عزيزي الواتشر، عزيزتي الواتشراي، let's drop the subject. لا استنى، مش هنوقع ودة ولا هترميها. ما بتصدق انت؟ ده معناه خلينا ننسى الموضوع او نغيره او نتكلم في موضوع تاني، اي حاجه يعني شبه كده. كانه بكلمه دروب بيقول لك سيب النقاش ده وعديه وشوف غيره بقى. يعني مثلا لما تيجوا تتكلموا عن البيتزا اللي عليها اناناس، لو تعرفوها، وباي ذا واي دي مشهوره جدا في امريكا، فواحد ممكن يقول I really think pineapple doesn't belong on pizza. يعني انا شايف ان الاناناس ملوش علاقه بالبيتزا خالص. فالتاني يرد عليه ويقول له let's drop the subject. طب خلينا بقى نغير الموضوع. الاولاني ما بيحبش الاناناس على البيتزا، والتاني بيقول له طب غير الموضوع بدل ما نتخانق انا وانت. لما تبقى خيبتك تقيله وجايب درجات قليله وتقول لحد I don't want to talk about my grades، انا مش عايزه اتكلم على درجاتي، فهو يرد عليك ويقول لك اوكي let's drop the subject. خلاص ما فيش مشكله، نغير الموضوع. طب لو اللي قدامك مصمم وعمال يعيد ويزيد في الكلام، قول له let's bring this matter to a close. let's bring this matter to a close. يعني خلينا نوقف الحوار ده بقى. طب لو قلبت بخناقه، يا عم صالحه وقول له it's time to kiss and make up. it's time to kiss and make up. ودي جمله كليشيه معناها خلينا بقى ننسى اللي فات ونبتدي صفحه جديده ونعيش في تبات ونبات والكلام ده. يعني اللطيف في التعبيرات دي انها بتساعدك ان انت تبقى لابق لما النقاش يبقى مزعج ومش مريح. بدل ما تقول له اخرس وشطب وتقوم تعجنه، الجمل دي الطف واشيك. عزيزي الواتشر وعزيزتي الواتشراي، اكتب لي في الكومنتس موقف كنت محتاج تقول فيه let's drop the subject بس ما عرفتش تقولها ودلوقتي بقيت عارف. وما تنساش اوعى الترجمة.